اولا شوف، شكون اللي اهم، الحج والعمره ولا كاس افريقيا؟ الحج والعمره طبعا. ايوا احنا زعما بالعلاقات الوطيده اللي بيننا وبين الشعب الجزائري الشقيق، اعفيناهم من شهاده السلامه العقليه اللي فرضتها السعوديه. يعني هذا مش محسوب من المغرب، يعني في اطار الاخوه والتاريخ المشترك. هل فرضتها السعوديه فعلا يا فرضتها ما أعتقد. فرضتها فهمت. فهذا في اطار التاريخ المشترك والعلاقه بين الشعبين الشقيقين. فانه انا بصعدك يا اخي الجزائري، بصعدك، وحتى لو تسبوا والله بصعدكم. اليوم انا يا مشرف عندما ينهي الاخوه هذا طلع جزائريين حتى نشوف الفيزا لها مبرر ولا ما لها مبرر. ماذا تريد ان تقول يا جنرال؟ تفضل. شوف، هذه اولا. ثانيا بالنسبه لقطر ومونديال قطر، ما ننساوش بان المغرب عنده واحد الخبره قويه في اداره التظاهرات العالميه الكبرى، ويستدعى الامن المغربي للتأطير، ماشي للمشاركه، لتأطير الجوانب الامنيه والمشاركه. لا، التأطير اهم من المشاركه. انا شفت بعيني اكثر لا، ما فهمتنيش. لا، التأطير والمشاركه، يعني التأطير أهم من المشاركة، زائد المشاركة طبعا. التأطير زائد المشاركة، يعني وضع الخطط الأمنية لإدارة الجانب الأمني، يعني وضع استراتيجيات. يعني مش فقط مشاركة ديال العناصر، يعني كنقولوا احنا الرونفور. نعم. الدعم مش فقط الدعم، لا، في تخطيط الاستراتيجية الأمنية في وحتى التعاون المخابراتي كان عن طريق المغرب في كأس العالم. هذا اولا. ثانيا التعاون المخابراتي عندك في تظاهرات ديال الاولمبياد في باريس ومونديال قطر، وكان المغرب يعني عنصر اساسي في التأطير، يعني في وضع الخطط. فهنا بالنسبه لنا ما عندناش علاش نخافوا. بالنسبه للاخوان الجزائريين، انا عارف الاخوان الجزائريين، يعني هم دمهم حامي وما شاء الله، يعني ديك الدفعه القويه. يا اخي بيصدقوكم يا الجنرال، هذا كل شويه. لا مش يصدقونا. خليني بس نكمل. يا اخي والله دمهم دم حمار. ايش من دم؟ لا حاشا يا اخي هذا انت لا تقدح فيه. انت قاعد تمدحه يا اخي وبيعتبرنك بتمدح. انا اعترض. انا لا، هم دمهم حامي بس ورا الشاشات، يعني ما منهم خوف. دمهم حامي وشواكر لافريك بس وراء الشاشات، يعني في الواقع شيء ثاني. الإنسان الجزائري عنده فوبيا من رجل الأمن في أي مكان يكون. والله باش بالضبط، يعني هذا التشوكير وهذا فقط وراء الشاشات وفي